عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وبخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وصحة وسعادة وفرح دايما يا رب. احنا النهاردة مع بعض في قناة اوريجينال للاكسسوارات ان شاء الله هنعمل مجموعة افكار من سلاسل النضارة. اتمنى ان افكاري النهاردة تعجبكم، بس لو انتوا اول مرة تشوفونا او لسه جداد على القناة بتاعتنا ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير للفيديو. بداية هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ نعرض الفكرة الاولى بتاعتنا. الفكرة الاولى بتاعتنا كده حبايبي زي ما احنا شايفين انا عاملاها بنوعين من السلاسل، السلسلة اللي هي الحموسة ومعاها السلسلة البلدي. خدنا قطعة من الواير ورحت عامل احجار بتاعت كسر الحجر كده، خدت طول يعني قد حوالي سنتي ونص. بعد كده رحت حاطه خرز لولي عادي، الازاز العادي بتاعنا اللون الابيض مقاس 6. حطيت 2 رابر اسود مقاس 6 عادي، حطيت 2. بعد كده حطيت واحدة لولي، بعد كده 2 رابر، بعد كده لولي 2 رابر، مشيتها يعني 4 لولي وبينهم كده هيبقى 3 صفوف بالرابر، كل واحدة فيها 2 رابر. تمام. بعد كده حطيت نفس المسافة اللي حطيتها تحت كده، حطيت نفس الشبه كده فوق، نفس المسافة بالظبط حطيت كسر حجر فوق. يعني ايه قصدي نفس المسافة؟ يعني حاولت ان الكمية اللي تحت تبقى نفس الطول اللي فوق. طبعا انا مش حاطة بعدد معين لان احنا عارفين ان كسر الحجر وكسر الصدف اطوالهم بتبقى مختلفة، بس انا حاولت ان هو بصوا انتوا اما تشوفوها بالنظر تحسوا ان الكمية دي قد الكمية دي. بدأت بقى اعمل ايه بعد ما خلصت؟ عملت جزئين كده، عملت 2 كده بالواير. تمام كده اهم، وحاولت اخلي الاتنين زي ما احنا شايفين كده حبايبي قد بعض على قد ما اقدر اهم. بعد كده جبت قطعة من سلسلة اللي هي الحموسة وشبكتها بزرد مقاس 6 في جلدة النضارة، وبعد كده شبكت السلسلة في الواير كده اهو، في الكفر بتاع الواير دوت اهو بردك بزرد مقاس 6. وبعد كده جيت في الناحية التانية في الكفر بتاعي رحت حاطة السلسلة زرد مقاس 6، وبعد كده شبكت السلسلة البلدي بتاعتي. انا بعمل السلسله النضاره بتاعتي، وبعد كده رحت جيت الناحيه خدت مقاس النضاره التمام اللي انا عاوزاه، وحطيت الناحيه التانية الجزء التاني اللي انا عاملاه بالواير بردك والسلسله الحموسه. السلسله بتاعت النضاره انا ببقى عامله مقاسها حوالي 70 سم. دي الفكره الاولى بتاعتنا، شكلها حلو ومش مكلفه. الافكار بتاعتي النهارده مش مكلفه خالص، تقدري تبيعيها بسعر حلو وفي نفس الوقت مكسبك يكون فيها كويس، وهي زي ما انتم شايفين شيك ورقيقه. الفكرة التانية بتاعتنا هي معمولة بالكريستال، اللون اللي هو النبيتي الغامق كده زي ما انتم شايفينه، هو مش اسود باين اهو، نبيتي غامق قوي. بعد كده انا عملت ايه؟ الاول انا خدت قطعة من السلسلة حوالي 2 سنتي من السلسلة البلدي عادي، وشبكتها في الجلدة بتاعت النضارة كده بزرد مقاس 6. وبعد كده رحت عاملة على مسمار 4 خرزات كريستال مقاس 4، شبكته من الناحية دي بزرد اهو مقاس 6، ومن الناحية دي بردك بزرد مقاس 6 في لعبة زي دي كده معدن. وبعد كده رحت عاملة مسمارين في بعض كده، مسمار ومسمار، وشبكتهم بزرد في النص بينهم، وبعد كده شبكته في اللعبة هنا بالزرد، وشبكته هنا في السلسلة بالزرد. بقى بالمنظر بتاعي ده كده القطعة بتاعتي كده اهو زي ما انتوا شايفينها اهي. بعد كده خدت طول السلسلة بتاعي عادي وعملت نفس اللي عملته هنا عملته الناحية التانية. تمام كده بصوا اهو، شكلها بردك رقيقة وشيك ومش مكلفة بردك خالص. الفكرة التالتة بتاعتي انا عاملاها بالرابر جامايكا، يعني معظمها معمولة بخرز التفسيرة والرابر جامايكا. عملت على مسمار خرز التفسيرة الوانات كده، حطيت واحدة خرز تفسيرة وبعد كده رابر جامايكا مقاس ده المقاس 8، الرابر ده مقاس 8. تمام. وبعد كده خرز التفسيرة لون تاني، واحدة رابر واحدة خرزة، مشيت كده بنفس الطريقة، حطيت 5 خرزات بينهم 4 رابر جامايكا وقفلت المسمار بتاعي. تمام. طبعا فوق لازم يبقى فيه خرزة وهنا لازم يبقى قافلة على خرزة، لان انا لو قافلة على الرابر ممكن الرابر يروح معدي من المسمار، فلازم انت في الاول والاخر تبقي حاطة خرزة مش الرابر. تمام. ورحت شبكاه مباشر على طول في الجلدة بتاعتي بتاعت النضارة كده بزرد مقاس 6. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي انت حاولي تنسقي، يعني انا عامله الفكره دي حاطه جلده نضاره سودا، لكن انا الفكره دي حطيت جلده نضاره بيضه. ليه؟ لان دي ما فيهاش اسود،
فانا خليتها جلدة النضارة. لازم تحاولي على قد ما تقدري جلدة النضارة تليق مع السلسلة بتاعتك. بعد كده خدت طول قطعة سلسلة كده، يعني انا خدتها بالنظر، مش هقول لكم مقاس، طبعا المقاس دي بتاعتك، يعني انا ممكن تاخدي قطع 6 سنتي 5 سنتي بتاعتك. بعد كده عملت مسمار تاني بنفس الطريقة، شبكت المسمار ده والمسمار ده بقطعة السلسلة كده زي ما قلت، ورحت منزلة بيها كده بكل 3 زرادات كده، كل زردة فيها واحدة رابر مقاس 8. الوانات برضك نفس الالوان اللي انا مدخلاها هنا في الشغل. بعد كده خدت طول السلسلة بتاعي عادي وعملت نفس اللي عملته هنا، عملته الناحية التانية كده تمام، وخدت طول السلسلة بتاعتي عادي ما فيهاش اي حاجة، وبسيطة برضك ومش مكلفة خالص. الفكرة اللي بعدها هي عبارة عن خرز المرمر اللوزة. ده خرز المرمر اللوزة المنقوش بتاعنا، اللون اللي هو بيبقى كأنه بصوا يعني هو ولا ازرق ولا لبني ولا اخضر، يعني هو تحسوه واخد الوانات كتير. عملت واحدة على مسمار وواحدة تاني على مسمار، وشبكتهم مع بعض بلعبة معدن كده اللي هي الشكل الفراشة ده. الشكل طبعا ليه فتحة هنا وفتحة هنا، شبكتهم في الخرستين كده بالزرد عادي مفيش اي حاجة. بعد كده رحت واخدة قطعة سلسلة قد 3 سنتي وشبكتها في جلدة النضارة بردك بزرد مقاس 6. انا شغلي كله في السلاسل عشان بردك مش لازم كل شوية اقول مقاس الزرد بتاعي كله مقاس 6. انا احيانا كتير حبايبي عارفين ان انا احيانا عشان اوفر بروح حاطه الشغل مباشر في السلسله، بس الصراحه انا في افكاري النهارده حسيت ان الزرد بردك معايا مدي منظر، فقلت لا انا هغير واخلي الزرد معايا مدي منظر. خدت طول السلسله بتاعتي وعملت نفس اللي عملته هنا بنفس الطريقه كده زي ما انتوا شايفين. الفكرة بسيطة وشيك جدا. الفكرة التانية اللي بعدها بقى هي عبارة عن كريستال اللوزة المقاس دوت، يعني المقاس ده تقريبا اللي بيبقى انا مش عارفة الصراحة المقاسات قوي في الكريستال اللوزة، بس ده تقريبا مقاس 6. انت ممكن تحطي المقاس المتوافر عندك، بس انا يعني قلت اغير واعمل كريستال اللوزة بردك. رحت عاملة 2 كده على مسمار، ورحت عاملة 2 على مسمار، يعني انا عملت كده 3 كل 2 على مسمار. رحت شبكة الاولى في الجلدة مباشر بتاعت النضارة، وبعد كده رحت واخدة سلسلة 2 سنتي وشبكتها بين دي وبين دي، بين المسمار ده والمسمار ده كده بالزرد. بعد كده رحت واخده نفس يعني طول سلسله اطول سنه صغيره من السلسله ديت، يعني خدت واحده تاني اهي اطول من دي كده زي ما احنا شايفين، وشبكتها بمسمار بردك في نفس الخرستين. بعد كده شبكته في السلسله بتاعتي. السلسله دي بقى انا عملت فكره، الجنب ده غير الجنب دوت. ازاي؟ انا رحت جايه بعد ما خدت طول السلسله رحت عامله مسمار بردك وعليه خرستين كده، وشبكتهم في لعبه كده، شبكته من ناحيتي في السلسله بتاعتي ومن ناحيتي في لعبه ليها فتحتين، دي ريشه كده ليها فتحتين اهو، فتحه هنا وفتحه هنا. وبعد كده خدت قطعه سلسله وعملت بردك خرستين وشبكتهم في الجلد. السلسلة ديت الشكل اللي الناحية دي غير الشكل اللي الناحية دي، والطول دوت غير طول الشغل الناحية دي زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. افكار زي ما بقول لكم بسيطة جدا. الفكرة اللي بعديها عاملينها بالواير، في خرز اللولي الابيض بردك مقاس 6. انا عملت قطعة من الواير كده اهو، وحطيت عدد من الخرز بتاع كسر الحجر اللون الاحمر. دي كده خدت واحدة لولي ال6، بعد كده خدت 2 كسر حجر، بعد كده لولي 2 كسر حجر لولي، ورحت حاطه واحده بس، دي واحده بس كسر حجر مش 2. تمام اهي دي واحده بس زي ما انتوا شايفينها، بس هي كانها 2 كده. بعد كده قفلت الواير بتاعي، عملت نفس اللي عملته الناحيه دي عملته الناحيه التانية كده. خدت مقاس السلسله بتاعتي اهو وشبكتها من الناحيه دي بزرد مقاس 6 والناحيه دي زرد مقاس 6. تمام كده، وبقت السلسله بتاعتي زي ما انتوا شايفينها ده الشكل بتاعها النهائي. الفكره اللي وراها لولي بردك ابيض مقاس 6 عادي، خويه سلسله حمصه وسلسله بلدي. بس انا يا دوبك مثلا قطعه من السلسله الحمصه كده قد 2 سنتي. دي كده رحت عامله مسمار عليه واحده لولي واحده رابر، واحده لولي واحده رابر، مشيتها بالستايل ده كده ما انتوا شايفين. وبعد كده رحت عامله واحد تاني وشبكت الاتنين في اللعبه المعدن بتاعتي اللي هي الكف ده، الكف ليه فتحتين كده، ورحت شبكاها فيها وشبكتها هنا في جلدة النضارة بالسلسلة الحمص. خدت مقاس السلسلة البلدي عادي ورحت جاية الناحية التانية عاملة نفس اللي عملته الناحية دي. بقت السلسلة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين حبايبي.
على فكرة عادي لو انت مثلا شكل القطعة دي ممكن يجي فيه 2 حموسة عادي مش مشكلة، والناحية دي يجي حموسة واحدة، خرزة واحدة، يعني ممكن هنا يجي 2 خرزة، هنا يجي خرزة في السلسلة حموسة بتاعتي عادي، ما فيهاش اي مشاكل. بس انا حاولت ان انا لو قدرت ان انا اخلي هنا خرزة وهنا خرزة خلاص. بصوا كده زي ما انتوا شايفين، دي الفكرة اللي وراها. هي عبارة عن خرز المرمر المدور العادي بتاعي. عملت 3 خرزات، شبكت كل واحدة في التانية على طول مباشر في المسمار، يعني المسمار ده شبك في المسمار ده 3 كده، وبعد كده رحت شبكتهم في جلدة النضارة بالزردة بتاعتي، وبعد كده رحت شبكاهم في اللعبة دي كده، دي اللعبة اللي هي النبض بتاعتي شبكتهم فيها كده، وبعد كده رحت عاملة 3 خرزات بردك شبكتهم في بعض، ورحت شبكاهم من هنا ومن هنا في اللعبة بتاعتي. خدت مقاس السلسلة بتاعتي عادي زي ما احنا شايفين. جيت بقى الناحية التانية رحت واخدة 3 خرزات بردك شبكتهم في بعض، وهنا 3 خرزات شبكتهم في بعض، ورحت بدل ما احط لعبة رحت حاطة سلسلة كده زي ما احنا شايفين، يعني الجنب ده فيه لعبة النبض والجنب دوت فيه سلسلة. خليت الشكل هنا غير الشكل هنا عادي تمام شغالة ما فيهاش اي مشاكل. وستايل تاني سلسلة النضارة. الفكرة اللي بعدها وهي بردك سلسلة حمصة مع السلسلة البلدي بتاعتي اهي. خدت قطعة من السلسلة بتاعتي الحمصة اهي، بس قطعة طويلة شوية عن كل مرة زي ما احنا شايفين، ورحت واخدة قطعة من الواير كده اشتغلت عليها خرز تفسيرة، ورحت حاطة الفاصل ابو دلاية ده كده، وبعد كده رحت حاطة شوية خرز تفسيرة تاني وقفلت. بس الجزء اللي هنا قد الجزء اللي هنا، يعني انت لو عملتي ده كده هتلاقي الجنب ده قد الجنب ده، والفاصل في النص. الفاصل نزلت منه اللعبة اللي هي فرس النهر ده. رحت واخدة طول السلسلة البلدي بتاعتي عادي، ونفس اللي عملته هنا وهو اللي عملته هنا. في بقى حبايبي ممكن يقولوا لي مثلا طب احنا نعرف منين، يعني احنا عملنا السلسلة بتاعتنا، طب ما انا ممكن اجي اخد الشغل الناحية التانية، هل اخد مقاس السلسلة الاول اللي هي السلسلة البلدي دي، يعني اخدها الاول ولا اخدها امتى؟ بصوا انا بعمل ايه، انا بشتغل الجزء الاولاني بتاعي ده تمام، وبروح لو هما الجزء التاني نفس الشكل بروح برضك مشتغلاه تمام كده، وبروح واخده مقاس الجزء ده ومقاس الجزء ده قد ايه، يعني مثلا الجزء ده طلع مثلا 20 سنتي والجزء ده 20 سنتي ادي 40 سنتي، يبقى انا فاضل لي قد ايه من السلسله؟ فاضل لي 30 سنتي من السلسله، فبروح واخده 30 سنتي من السلسله البلدي. فهمتوا انا باخدها ازاي؟ طيب هوريكم حاجة تاني وهقول لكم بردك ممكن اخد مقاسها ازاي. ده شكل تاني من السلسلة بتاعتي وهوريكم بردك زي دي ممكن تاخدوا مقاسها ازاي. انا جبت بردك خرز الكريستال المط مقاس 4 وعملت 3 كده على مسمار مفتوح، ورحت عاملة 3 تاني على مسمار مفتوح وشبكتهم مع بعض بقطعة سلسلة كده، ورحت منزلة من السلسلة بتاعتي مسمار مقفول بكل مسمار منهم خرزتين، ورحت منزلاهم من السلسلة هيبقوا في اللبس بتاعي بالمنظر ده كده. هنا عملت شبكت المسمار الاولاني في جلدة النضارة بتاعتي، وهنا رحت شبكاه في السلسلة. طيب الناحية التانية بقى، الناحية التانية انا عملت مسمار بردك ب3 خرزات ومسمار ب3 خرزات، بس هنا انا رحت واخدة سلسلة، هنا خدت سلسلة، بس هنا انا خدت السلسلة اقصر. ليه؟ انا هنا عملت شكل تاني، رحت واخدة قطعة سلسلة قد 1.5 سنتي ورحت عاملة لعبة الكف بتاعتي دي ورحت شبكاها في المسمار كده ورحت شبكاهم في السلسلة. طب شكل زي ده قولولي بقى انا خدت المقاس بتاعها ازاي. انا عملت الشغل بتاعي هنا تمام كده، شغل الناحية دي غير الشغل الناحية دي، فانا ببدأ بالشغل اللي فيه مثلا لو انا عندي هعمل لعبة معدن فيه كده بعمله. خلاص خدت الشغل بتاعي اهو تمام، اجي الناحية التانية بروح عاملة الشغل بتاعي كده. خلاص نفس اللي قلته لكم في اللي هي الواير، باخد مقاس الجنب دوت وباخد مقاس الجنب دوت، مثلا طول الجزء ده اهو الشغل فيه انتوا تحسوه اكتر من طول الشغل في الجنب التاني تمام كده، يعني اطول سنة منه. مثلا طلع الناحية دي 12 سنتي والناحية دي مثلا 10 سنتي، يبقى كده مثلا هقول دول ودول 22 سنتي، هنزلهم من 70 هشوف بقى قد ايه، والفرق ده هعمله بالسلسلة بتاع البلدي بتاعتي. فهمتوا قصدي؟ الفكرة اللي وراها عملت كده مسمار عليه خرزتين كريستال مقاس 6
بصوا عملت 3 مسامير، كل مسمار منهم عليه خرزة كريستال، ده اللون اللي هو الموف المزرق. ورحت شبكاه الاولاني اهو في التاني بسلسلة، جيت التاني رحت شبكاه في وردة كده. الوردة بتاعتي ملهاش الا فتحة واحدة، شبكتها، والناحية التانية شبكتها في فتحة الوردة العادية بتاعتي اهي، دي فتحة الوردة اهي ملهاش فتحة تاني ولا حاجة. ورحت شبكة المسمار فيها بزردة، وبعد كده رحت واخدة عملت الجزء الناحية التانية نفس المقاس، ورحت واخدة طول السلسلة بتاعي وعملته كده. بقى الناحية دي زي الناحية دي، على فكرة شكلها شيك جدا، واللون بتاعها بجد تحفة تحفة تحفة، انا بحب اللون ده قوي. بقى نصيحة انا هنصحها لكم في سلاسل النضارة دي بتاعتي يا حبايبي اللي انا عاملاها. يعني انا شخصيا لما باجي اعمل سلاسل نضارة انا بدور على بواقي الخرز اللي عندي. ليه؟ انا بقول لكم الافكار بتاعتي مش مكلفة، وبجد دي نصيحة مني اعملوها. اللي هيكمل معايا الفيديو يسمع النصيحة يعني ديت. النصيحة بتاعتي انا مثلا لما بنيجي نعمل سلاسل النضارة، سلاسل النضارة فيها ميزة ان انتي ممكن الجنب ده تعمليه شكل والجنب ده تعمليه شكل. ازاي؟ يعني انا ممكن الجنب ده زي ما انا وريتكم كده في افكار، الجنب ده عاملاه بشكل والجنب ده عاملاه بشكل. انتي بتشوفي بواقي الخرز اللي عندك بواقي خرز مرمر، بواقي خرز كريستال، اتبقى منك 3 خرزات كريستال من لون معين وانتي مش هتحطيهم في حاجه، اتبقوا معاكي مثلا 4 خرزات مرمر، دخليهم في فكره سلسله نضاره. يعني انا هوريكم الفكره دي بتاعتي، والله دي عاملاها من بواقي سلسله خرز مرمر عندي. كان عندي 3 خرزات. عملت ايه؟ عملت الخرزه بتاعتي كده على مسمار، ورحت عملت قطعه سلسله وشبكتها فيها، ورحت عامله اللعبه المعدن بتاعتي تمام كده وشبكتها في السلسله. طب انا ما عنديش الا 3 خرزات، انا هعمل ايه؟ رحت جايه الناحيه التانية مغيره الشكل بتاعي، حطيت خرزتين كده بمرمر اهو، ورحت شبكاهم مع بعض كده بالزرد ده زرد مقاس 12. وعملت بردك هنا الناحيه دي شبكتها في جلد النضاره بسلسله، ورحت واخده قطعه سلسله ورحت عامله هنا بقى خرز تفسيره البينك اللي هو يمشي مع لون المرمر بتاعي كده. مسمارين كل مسمار عليه 3 خرزات كريستال، وشبكتهم بزردة بردك مقاس 12. بقى الشكل بتاعي كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. الشكل والله يعني بجد جميل، بسيط، شيك، مش مكلف خالص. في نفس الوقت انا كل اللي عملته انا خدت بواقي خرز عندي، انا ما كلفنيش لان انا خدت بواقي خرز الموجود عندي، انا ما اشتريتش خرز ليها. فميزه في سلاسل النضاره ان انت لو باقي عندك شويه خرز ممكن تعملي بيه افكار حلوه جدا. الفكره بقى اللي وراها ده خرز المرمر عادي، حطيت 2 بينهم اللي هي الترس ده، الترس كده او الفاصل اللي بيبقى في السبح، وشبكته في قطعه سلسله صغننه كده قد سنتي. ورحت من الناحيه دي بردك عملت مسمار عليه خرزتين كده وبينهم بردك الترس ده الكف الصغنن، ده الكف المقاس، الكف ده على فكره اللي هو اصغر مقاس في الكف، حطيت فيه خرز تفسيره، ورحت واخده المسمار كده خرز التفسيره، بعد كده الكف، وبعد كده فوق الكف حطيت خرز التفسيره سودا بقى بالمنظر بتاعي كده. ورحت شبكاه من هنا ومن هنا، من ناحيه دي على طول في المسمار مباشر، من ناحيه دي حطيت قطعه سلسله، وبعد كده المسمار اللي فيه الخرز. شكلها حلو قوي. عملت الناحيه دي نفس اللي عملته الناحيه دي. الشكل بتاعي كده حلو قوي، الكف فعلا رقيق جدا شيك قوي. فكرة ان انا حبيت احط خرز التفسيرة كده في المسمار قبل ما اعمل الكف بردك مدية منظر معايا كده حبايبي اهو، حلوة قوي ورقيقة. وحطيت الجلدة بتاعتي لونها اسود عشان تبقى شيك وماشية مع النضارة بتاعتي. انا جبت خرز تفسيرة اللون الازرق، عملت 4 خرزات كده على مسمار و4 خرزات على مسمار، ورحت حاطة خرزة جوه الكف بتاعي اللي هو الصغير بردك كده، ورحت قافله المسمار بتاعي، دخلته كده المسمار اهو في الكف اهو والخرزه جواها، وشبكت من هنا ومن هنا في الخرز بتاعي. بعد كده خدت قطعه سلسله كده، وبعد كده عملت خرزتين ازرق مرمر اهو لايق مع الازرق وشبكتهم ببعض بردك. والله الخرز الازرق بواقي عندي خرز، رحت عاملاهم شبكه المسمار الخرزتين مع بعض مسمار على طول من غير زرط اهو، وبعد كده شبكته في الشغل كده بنفس الطريقة بتاعتي دي كده.
والناحية التانية عملت نفس اللي عملته الناحية دي اهو. انا حطيت بقى الجلدة السوداء لان انا حسيت ان الاسود ده لون ازرق غامق، فالاسود هيبقى معاه اشيك، بس هو ينفع معاه اللون الابيض عادي. تمام شغال. نيجي للفكرة اللي وراها، هي بردك عملتها بالخرز الكريستال على مسمار كده 3 خرزات، شكل القلب المفتوح بتاعي اللي هو بيدخل في الحظاظات. عملت مسمار، رحت واخدة الخرز الاحمر المط مقاس 4، ورحت مدخله المسمار وقافله المسمار كده. شبكته من الناحيه دي بسلسله ومن الناحيه دي بسلسله، وعملت هنا 3 خرزات على مسمار و3 خرزات على مسمار وشبكتهم في بعض. الناحيه التانية عملت نفس اللي عملته الناحيه دي، بس بدل ما احط القلب على مسمار كده رحت حاطه شكل الريشه ده بقى. هي نفس الشغل، بس بدل ما هي هنا قلب لا هي هنا ريشه. تمام كده. الريشه بتاعتي بفتحتين كده اهو، شبكتها في الزرع. الفكره بتاعتي زي ما انتم شايفين اهي بسيطه وفي منتهى الرقه. الفكره اللي وراها معموله بردك بنفس القلب بتاعي، بس عاملاها بمسمار اطول، لاني انا حاطه الخرزه كريستال اللوزه، فحاطه خرزه فوق وخرزه تحت، فالمسمار بتاعي لازم يبقى اطول شويه، وحبست الكف بين الخرزتين كده جوه المسمار. ورحت عامله هنا برضك خرزتين على مسمار وخرزتين على مسمار، وشبكتهم في القلب بقطعتين من السلاسل كده. تمام. جيت الناحيه التانية عملت نفس اللي عملته الناحيه دي. الفكره بقى اللي بعديها هي عباره عن خرز التفسيره، ده مش النمنم، ده المقاس اللي فوق اللي هو الخرز التفسيره النمنم الصغير قوي. رحت واخده مجموعه عدد من الخرز التفسيره، شبكت السلسله بتاعتي على طول كده، والناحية التانية عملت بنفس المسمار. انا السلسلة دي انا مش هعمل فيها شغل مسامير كتير، انا هغير شوية. رحت عاملة بقى ايه، جبت الخرز اللي هو دوت، اللي هو بيبقى منقرش كده زي ما احنا شايفينه، واخد كأنه ازرق لبني، يعني بصي الدرجات مش زي بعض، درجة بيضة درجة لبني مزرق كده. رحت واخدة 2 كده على مسمار مقفول وعلقت واحدة. بعد كده حطيت لعبة كده زي ما دي زهرة اللوتس بتاعتي، وبعد كده خدت واحدة تاني على مسمار مقفول، وبعد كده خدت لعبة معدن اللي هي زهرة اللوتس بتاعتي، وجيت الناحية التانية عملتها زيها كده. بقت كده زي ما احنا شايفين بسيطة جدا، ما فيهاش اي حاجة. لما هتتلبس الحاجات اللي انا منزلاها منها هتبقى شكلها روش وحلوة قوي فيها. زي ما احنا شايفين افكار كتير لسلاسل النضارة. بواقي الخامات عندك هتستخدميها فيها، سواء بواقي خرز تفسيرة، بواقي خرز كريستال، اي بواقي خرز عندك، فدي طبعا هتقلل التكلفة معاكي. ازاي نغلف سلاسل النضارة بتاعتي؟ انا بجيب الكيس بتاعي عادي اهو كده، ده كيس عادي الرفيع مفهوش اي حاجة. بجيب المقص بتاعي، طبعا دي الحتة اللي فيها الاستيكر اللي بيبقى فيها اللزق. انا بقص الجزء الزيادة ده، بخلي الطول هنا نفس الطول هنا كده اهو، يبقى الكيس بتاعي كده الناحية دي زي الناحية دي. بعمل ايه بقى؟ مثلا ادي دي سلسلة النضارة بتاعتي، انا بروح جايبة السلسلة بتاعتي كده اهو، منزلاها كده، والباقي كله معظمه هنا، واروح لفة كده اهي، يعني اهي كده، ونازلة على الورقة ولفاها من هنا كده، واروح قافلة الورقة بتاعتي كده. تمام. لو في طويلة شوية بشد بقى ده كده، عايزة اطول الناحية دي والناحية دي مثلا بشد من الاطراف دي. فهمتوا قصدي ايه؟ يعني لو انا عايزة اقصر الجنب ده والجنب ده، الطرفين اللي هم فيهم الجلدة في العرض، بشد من هنا. طب لو انا عايزة اطولهم بشدهم هم نفسهم. فهمتوا قصدي؟ طيب انا عملت الطول بتاعي ده كده، وعملته على الورقة وظبطته على الورقة بتاعتي. بجيب الكيس بتاعي كده اهو، وهروح مدخلاهم فيهم كده اهو. تمام. انا بس برضك الجزء دوت عشان في حبايبي اللي هم لسه جداد في المجال بتاعنا، ما عندهمش فكرة يغلفوا ازاي، فيستفادوا بالحتة ديت. اروح جايبة الدباسة بتاعتي. لو عندك كيس اطول شوية طبعا بتقللي اللفة بتاعت السلسلة اللي انا لفاها. يعني انا بصوا لفة جزء كبير كده زي ما انتوا شايفين اهو، لفة جزء كبير كده زي ما انتوا شايفين من السلسلة. طبعا اهي السلسلة بتاعتي كل الشغل بتاعي باين اهو. الكيس بتاعي على فكرة مش طويل، الكيس بتاعي قصير. انا اهم حاجة بالنسبة لي ان الشغل اللي انا عاملاه يبقى واضح، مش فارق معايا في العرض قطعة السلسلة اللي بتبقى ورا الرقبة. طبعا هنا وبقص الزيادة اللي هنا دي كلها. طب اللي هي الفضي، الجزء اللي فضي اللي تحت ده كده ورحت انا قصاه. تمام
معلش معرفش كانتش واضحه في الكاميرا ولا لا، رحت انا قصاه عشان مش عايزاه يبقى باين، وتبقى الشكل بتاعي كده زي ما احنا شايفين. طب يا حبايبي، طب لو حد مثلا عامل شغل كتير في الجزء بتاع السلسله اللي هي بتبقى حوالين الرقبه، تحاول بقى ان الكيس العرض يبقى اطول عشان يبان اكتر من الشغل بتاعك، لان اهم حاجه في الشغل ان انت لازم وانت بتعرضيه يبقى واضح الشغل بتاعك. اتمنى ان الفيديو بتاعنا النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم، ودلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.